السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم جيت نشارك معكم طريقه التحضير ديال اللوبيا البيضاء اولا اللوبيا الكارمه. كنتمنى الطريقه اللي غندير معكم تعجبكم، فغندير طريقه يعني مفصله جدا بخصوصا بالنسبه للمبتدئات، وكنتمنى ما تنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينه ونتبعوا الطريقه. نبداو على بركه الله. بطبيعه الحال كما قلت لكم غنحتاجوا اللوبيا بعد ما رطبناها ليله كامله. انا اش كندير بالنسبه للوبيا؟ كنشد المهم كنشري كيلو ولا شحال، كنرطبو كامل، كنقسمو، كنديرو هذا في الكونجيلاتور ولا في الفريغو. فما كنحتاج يعني القياس كنلقاه عندي، يعني كنجبدها كنديرها. فهادي كتكون موجوده. يعني كاين شي نهار اللي كتقولي كتنوضي الصباح كتقولي يا كنا غير درت مثلا رطبت لوبيا البارح كون درتها اليوم، فهاد الطريقه كتكون سهله، يعني كتكون ديجا في الفريغو، يعني الا تشهيتيها صافي كتجبدها. بالنسبه للطريقه ديالي في اللوبيا كندير بصله محكوكه، عندي هنا مطيشه حيت ليها الزريعه وحكيتها حتى هي محكوكه. هنا عندي واحد 4 دروس ديال الثومه، هنا غندير الربيع. انا عندي ديجا مضرب القياس ديالي ديال قزبر معدنوس. وهنا غنزيد معاه تقريبا واحد شويه ديال مركز الطماطم، وغنزيد معاه واحد الضامر ديال البكري. واحد قطيره د الماء غير باش ما يتحبش ليا داكشي، قطيره صغيره. قبل ما ندير القامه غندير شويه القياس د الملحه، ندير البزار، ندير فيها سكينجبير، الطريقه ما كتبقى على حسب عينك ميزانك، يعني على حسب الكميه اللي عندكم ديال اللوبيا. هنا غندير التحميره، غيبقى لينا كمون. صافي هنا ما كنقليو ما والو صراحه، يعني نكونوا شاري لا فيه. المهم كنخليو غير داك
يعني دوك المسائل اللي درنا، يعني البصله ومطيشه واللقامه يندمجوا مع بعضياتهم على هذا الشكل. ما عرفتش واش غيبان لكم. صافي غنوضعوا اللوبيا ديالنا. صافي ندمجوا الكل، نخلطوها كامله بهذا الشكل. ها هي صافي. نضع القياس ديال زيت العود. بالنسبه للقطاني كندير دائما زيت بلديه، ما كنديرش الرومي نهائيا، يعني العدس اللوبيا هادشي ما كنديرش. صافي ملي كنحسوا بديك المركز ديال الطماطم صافي داب، صافي كتحس باللوبيا صافي كامله، صافي غنروجو، يعني ماشي كنقليوها ولا شي حاجه. نسيت واحد الحاجه، انا كتعجبني تجي حاره، فغندير شويه ديال السودانيه، نديرها غير شويه، ديك الساعه اللي يبغى يزيدها من بعد. انا كتعجبني اللوبيا تكون حريوره. صافي انا من بعد ما حسينا بها صافي بحال راني غلات ديك القامه. صافي غنروي القياس ديالي كافي. ديما الماء نخويوه على الطنجره، على الحاشيه الطنجره، ما عمرنا ما نجيو نخويوه هكا فوق، يعني فوق اللحم ولا فوق الدجاج ولا فوق اي حاجه. صافي ندير قياس الماء اللي غطيب ليا هانتوما كتشوفوا. صافي هنايا غنسد عليها، نسد عليها، وإون فوا غتبدا تصفر غنقص عليها، يعني ما نخليهاش مجهده بزاف، يعني اون فوا تبدا غير غتصفر غنقص عليها، ماشي ميته مره بالحق، المهم متوسطه صافي باش كطيب على خاطرها. النتيجه النهائيه تشوفوها معايا من بعد ان شاء الله. عرفتوا واش وقع لي؟ يلاه سديتها معكم، درت ودا لقات التوبه نسيت ما درتهاش. المهم كنزيد واحد ضريتات شويه، درت تبارك الله شحال كبير. المهم كنزيد هكا دروسه ديال السومه صحاحين بالنسبه اللي كيبغيهم. ايوا دابا نعاودو نسدوها نطلقها من بعد.
كما كتشوفوا هنا هي اللوبيا ديالنا موجوده. حليت عليها قبيلاتي، راه لقيتها باقي فيها شويه ديال الماء وخليتها تتشحر حتى هي. ايوا دابا نحطوها في طبق التقديم. وهاهي اللوبيا ديالنا وجدات هنايا. كنتمنى الطريقه اللي درت معكم تنال الاعجاب ديالكم، فتشيقوني الصراحه كتجي لذيذه بزاف، وكنظن ما غتبقاوش ديروا شي طريقه من غير هذه. وكما قلت لكم ما تنسونيش من لايك والاشتراك والبارطاج فضلا وليس امرا. شكرا لكم، مع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.